بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بالقم الزكريا وبجميع المشاهدين. طالما بنتكلم عن الإرهاب يبقى الأول لازم نضع تعريف واقعي للإرهاب ثم نقيس على هذا التعريف. خلونا يا جماعة نتفق إن الإرهاب المذموم اللي كلنا بننكره هو قتل الأبرياء والأطفال والنساء بدون حق. طبعا الإرهاب بهذا المعنى غير موجود في دين الإسلام العظيم نهائيا، لكن الإرهاب بهذا المعنى المذموم موجود فقط عند القم زكريا بطرس في كتابه. القم زكريا ذكر 3 آيات ليس لهم علاقة بهذا الإرهاب المذموم نهائيا. الآية الأولى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أولا الآية ليس لها علاقة بقتل الأبرياء والنساء والأطفال، لأن الآية بتتكلم عن الاستعداد للحرب وإعداد العدة لمن يريد أن يحاربنا. فالمسلمون خرجوا في معركة بدر لمحاربة المشركين الذين جاءوا يريدون قتل المسلمين، فالمسلمون خرجوا بغير استعداد، يعني خرجوا بفرسين فقط، فأمرهم الله إذا خرجوا للحرب أن يستعدوا لمن يريد أن يحاربهم كما يقول التفسير. ناس جاية تحاربك وربنا بيقول لك جهز نفسك للحرب كويس، ده أصلا ممكن يجعلهم يخافوا يحاربوك هم والناس اللي وراهم. ده ايه علاقته بقى بقتل الابرياء والنساء والاطفال يا قم زكريا؟ سؤال للقم زكريا: لو جاء العدو لكي يحاربنا هل نحاربه ام ننتظر حتى ياتي فيقتلنا؟ ثانيا، كلمة ترهبون معناها تخوفون كما جاء في كتب التفاسير، وأيضا كما جاء في كتب اللغة العربية بمعنى الإخافة. ثالثا، سياق الآيات يبين أن الناس اللي احنا عايزين نخوفهم كانوا ممن ينقضون العهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. فهل هؤلاء أطفال أو أبرياء أم هؤلاء مجرمون وغدارون؟ رابعا، تخيل أن هؤلاء الناس بعد نقضهم للعهد برضو القرآن بيقول عنهم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني رغم كل جرائمهم لو عايزين يعملوا معانا سلام برضو ما فيش مانع ان احنا نسلمهم. خامسا، الإرهاب بمعنى قتل الأطفال والنساء والأبرياء بدون حق جاء في كتاب القم زكريا. يقول النص: هكذا يقول رب الجنود فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا طفلا ورضيعا طفلا ورضيعا. ممكن القم زكريا يشرح لنا كيف يأمر إلهه بقتل الأطفال والرضع؟ وهل قتل النساء والأطفال والرضع بأمر الرب عمل أخلاقي مبرر أم هذا إرهاب وإجرام؟ الآية الثانية: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب، هذه الآية نزلت في كفار قريش لما جاءوا يقصدون المدينة بحربهم، فاستغاث المسلمون بربهم فاستجاب لهم رب العالمين وأمرهم بقتال المشركين ووعدهم بالنصر وثبت أقدامهم وأنزل الملائكة للدفاع عنهم، فكانت الملائكة تقاتل الكافرين مع المؤمنين. هل المفروض في الحرب نقابل العدو بالورود والياسمين يا قم زكريا؟ يسعدني أن أخبرك أنه لا يوجد في الإسلام أبدا من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر أيضا، فنحن نقاتل من يقاتلنا. ثم يقوم زكريا: بحسب كتابك ألم يقتل ملاك الرب من جيش آشور 185 ألف إنسان في ليلة واحدة؟ فهل ملائكة الرب كانوا يضربون فوق الأعناق أم لا؟ أيضا في سفر التثنية: دفع الرب الأموريين لأيدي بني إسرائيل فقتلوا سكان 60 مدينة وحرموا كل ما فيها وقتلوا الرجال والنساء والأطفال. إيه رأيك يا قم زكريا؟ هل قتل النساء المؤابيين وأطفالهم بالسيف هل ده كان بالضرب فوق الأعناق أم لا؟ وهل ده عمل أخلاقي مبرر أم إرهاب وإجرام؟ أتمنى أسمع منك إجابة. الآية الثالثة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ما علاقة الآية بقتل الأطفال والأبرياء يا قم زكريا؟ سياق الآية بيبين أنها تتحدث عن المفسدين الذين يفسدون في الأرض فيقتلون الأبرياء بغير الحق، فيعلمنا القرآن أن من يقتل إنسانا بريئا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ثم يأتي بعد ذلك العقاب والجزاء، وكل مجرم يحكم عليه بحسب حجم الجريمة، ولا بد أن تكون العقوبة رادعة لمن يفكر أن يفسد في الأرض ويقتل الأبرياء. هؤلاء المفسدون هم الذين يطبق عليهم هذا الحكم لو قبض عليهم قبل التوبة. القم زكريا معترض على معاقبة المجرمين المفسدين في الأرض بقطع أيديهم وأرجلهم، لكن القمص في نفس الوقت ما عندوش مشكلة مع داود النبي بحسب كتابه أنه ينشر الناس بالمناشير ويحرقهم في أفران الطوب. ثم ماذا عن التشريعات التي تأمر بقطع الأيدي والأرجل وحرق البشر في الكتاب المقدس؟ هل هذه التشريعات الكتابية أعمال أخلاقية مبررة أم هذا إرهاب وإجرام؟ أتمنى أسمع إجابة مقنعة من القم زكريا. إذن الآيات الثلاثة ليس لهم أدنى علاقة بقتل الأبرياء أو النساء أو الأطفال.
طيب القمص زكريا ذكر حديث قتل بني قريظة، لكن القمص كالعادة لم يذكر لنا جريمة بني قريظة التي استحقوا بسببها هذا العقاب. أولا بنو قريظة حاربوا المسلمين هم وبنو النضير، ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ومن عليهم. ثم بنو قريظة عملوا اتفاقية دفاع مشترك مع المسلمين ضد أي عدو يغزو المدينة. طبعا بنو قريظة خانوا الاتفاقية ونقضوا العهد، ومش بس كده، دول كمان فتحوا الطريق للعدو عشان يدخل المدينة من ناحيتهم ويقتل أهلها الآمنين، فكان العقاب على قدر الجريمة. ثم بنو قريظة بعد الخيانة والغدر ونقض العهد نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحكم عليهم بشيء، بل سمح لهم أن يختاروا القاضي الذي يحكم على خيانتهم وغدرهم ونقضهم للعهود. وهم اختاروا سيد المدينة سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم ونزلوا على حكمه، وسعد بن معاذ هو الذي حكم بقتلهم لأنهم غدروا ونقضوا العهد وخانوا. ثم القمص زكريا عرض رواية بتقول إن الرسول باعهم في السوق. طب أنت عندك مشكلة إنه باعهم؟ هل تستطيع أن تعترض على حكم موجود في كتابك يا قمص زكريا؟ بإذن الله لما نيجي الموضوع السبي ده أنا هقول لك كلام يفرح قلبك ويبسطك. ثم عقلاء المستشرقين كانوا منصفين في هذه القضية. يقول المستشرق الفرنسي جان بروا إن بني قريظة غدروا بالمسلمين شر الغدر في أحرج المواقف، في أصعب المواقف، فاستحقوا بغدرهم القتل. ثم إذا كان القمص زكريا يرى قتل الغادرين الخائنين من بني قريظة إرهابا، فهل أمر الرب بإبادة 6 شعوب كاملة إرهاب ولا لأ؟ في سفر التثنية صح 20 النص بيقول: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريما. شريعة التحريم في الكتاب المقدس معناها الإبادة الشاملة لكل مخلوق يدب على ظهر الأرض. نصوص مرعبة. ممكن القمص زكريا يقول لنا كيف يأمر إلهه بإبادة 6 شعوب كاملة عن بكرة أبيها بنسائها وأطفالها؟ وهل ده عمل أخلاقي مبرر أم إرهاب وإجرام؟ الحديث الثاني اللي ذكره القمص زكريا حديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. أولا القمص زكريا لا يفرق بين القتل والمقاتلة، في فرق بين كيل وفايت. المقاتلة دي بتكون حرب بين جيشين. طب إيه رأيك يا قمص زكريا أخلي البابا شنودة بنفسه يرد عليك ويبين لك معنى المقاتلة في اللغة العربية؟ البابا شنودة بيقول: تقاتل فلان وفلان أي تضاربا أو تحاربا. فالمقصود في الحديث هو قتال المحاربين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يجوز في الإسلام الاعتداء على الآمنين والأبرياء والنساء والأطفال أبدا، والقرآن أصلا يقرر هذا المعنى ويقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أما الكتاب المقدس فيأمر بقتل الأطفال والنساء. يقول النص: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. موسى النبي بحسب كتابك يا قمص زكريا يقول: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. كتابك يا قمص زكريا بيقول اقتلوا. سؤالي للقمص زكريا: هل قتل موسى النبي للأطفال والنساء حسب كتابك كان عمل أخلاقي مبرر أم كان إرهابا وإجراما؟ ثم ذكر القمص زكريا عدد الغزوات النبوية. هي المسألة بالعدد؟ طب ممكن يا قمص زكريا تعمل لنا مقارنة بين عدد غزوات النبي وبين عدد الغزوات المذكورة في الكتاب المقدس، وأتمنى تذكر لنا عدد القتلى من الجانبين. ثم بعد ذلك القمص زكريا قال إن الرسول أمر باغتيال عدد من الشخصيات، لكن القمص زكريا برضو كالعادة تجاهل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء وذكر لنا العقاب فقط. القمص زكريا لما يتكلم عن الإسلام يذكر العقاب ويترك الجريمة، فيظن الناس أن العقاب حصل من غير جريمة. بالنسبة لكعب بن الأشرف فهذا قتل لأنه نقض عهد النبي وكان عاهده ألا يعين عليه، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه كما يقول الإمام النووي. أما سلام بن أبي الحقيق فهو نفسه هو أبو رافع اليهودي، لكن القمص زكريا عملهم شخصين عشان يحشد أكبر قدر ممكن من الطعونات ضد الإسلام حتى لو كان ذلك عن طريق الباطل والتدليس. وحتى سلام بن أبي الحقيق كان من الذين حزبوا الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أما قصة عصماء بنت مروان وأم قرفة وأبي عفك هذه القصص مجرد أوهام وتخيلات ولا يوجد لها سند صحيح، وكل القصص دي رغم أنها مش صحيحة إلا أنها بتقول إن هؤلاء لم يكونوا أبرياء ولا مساكين، بل كانوا من المحاربين أو من ناقضي العهود. أنا أطلب من القمص زكريا يذكر لنا أسانيد صحيحة
لهذه الروايات. أما أبو جهل فقد قتل في معركة بدر لما جاء يغزو المدينة، يعني جاء معتديا علينا فمات في الحرب. أنت متخيل يا أخو أم الزكريا لما واحد يكون جاي يحاربني أنا هقابله بالزهور والرياحين؟ لو ده تخيلك فأحب أقول لك إن الإسلام دين واقعي يتعامل مع الواقع وليس مع الأحلام والأوهام. من جاء يحاربنا حاربناه، ومن جاء يسالمنا سالمناه. إذا كل المذكورين كانوا محاربين وناقضين العهود ولم يكونوا أبرياء ولا أطفال. لكن المصيبة يقوم الزكريا، كل المصيبة في من يؤمن رجلا على دمه ويحلف ألا يقتله ثم ينقض العهد ويأمر ابنه بقتله غدرا. داود النبي حلف لشمعي ألا يقتله ثم أمر ابنه بقتله. هل الغدر ونقض العهود بحسب الكتاب المقدس هو ده النموذج اللي يجب على البشرية أنها تتبعه يقوم الزكريا؟ هل ممكن أسمع من حضرتك إجابة علمية عقلية منطقية مقنعة على أسئلة يا قنبل زكريا؟ طبعا أنا دلوقتي عرضت كلام القنبل زكريا كاملا على قناتي، لازم القنبل زكريا يعرض كلامي أيضا كاملا على قناته ويرد عليه بشكل كامل. وأطلب من القنبل زكريا الإجابة عن جميع أسئلتي التي طرحتها عليه في هذه المداخلة. والمايك عندك يا قنبل زكريا. بنشكر الشيخ أبو عمر الباحث على مداخلته، والآن إلى مداخلة القنبل زكريا بطرس. عنوان المناظرة: قتل الأطفال والنساء بين القرآن الكريم والكتاب المقدس.